السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من نهوبة. النهاردة ان شاء الله هنعمل الطبق الجميل دوت. ده طبق القرنبيط بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. طعمه تحفة وهنعمله بطريقة جميلة جدا هقول لكم عليها. اول حاجة هنبتدي ببركة بسم الله. معانا قرنبيطة غسلينها كويس جدا بالشكل دوت. بفتحها بالطريقة دي. هنا انا بعمل ايه؟ انا ببتدي ان انا هفصص الورق دوت، ورق القرنبيط. هفصص كل واحدة عن التانية بالشكل ده، اعملها نظام وردات. وبعد ما افصصها بغسلها تاني بالشكل ده، وبرجع احطهم في حلة وانزل عليها بالمية واحطها على البوتاجاز. هنا بنزل بمعلقة من الملح بالشكل ده، وهسيبه يتسلق معانا. طبعا ان احنا بنسلقه يعني مبقاش مهري، بنديله سلقة كويسة جدا. هنا كده بعد ما اتسلق ببتدي ان انا اصفيه واطلعه بالطريقة دي. وهنا كده القرنبيط بقى جاهز معانا بالشكل ده. هقول لكم بقى على طريقة خلطة جديدة جدا هتعجبكم، ومش مكلفة وبسيطة وسهلة، وفي الطعم تحفة في منتهى الجمال. نبتدي يلا. انا كده هقول لكم على المكونات اللي هعملها للقرنبيط دي. الخلطة اللي انا هحطها على القرنبيط: معايا ربع كيلو من الدقيق، معانا ملح، معانا 3 بيضات، معانا مكعب ماجي، معانا بابريكا على شطة وكمون وفلفل اسمر، معانا معلقة بيكنج باودر، معانا توم، معانا كوباية لبن، معانا كوباية مية، معانا كزبرة وبقدونس، معانا حبايتين من الطماطم. اول حاجة هنبتدي ببركة بسم الله. هنعمل ايه؟ هنحط هنا الدقيق بالطريقة دي كده اكننا بنعمل كيكة، وهنزل بالثلاث بيضات بالشكل ده، والملح والبهارات بالطريقة دي كده، وهنزل بالثوم، وهنزل بنص باكو من البيكنج باودر بالشكل ده كده. ما بحطش الباكو كله انا كده عشان انا كنت واخده نصه فحطيت النص التاني. وبنزل بالطماطم بالشكل ده. دي طريقه جميله جدا وهتعجبكم. بحط كوبايه الميه. هنا كده انا بضرب المكونات بتاعتها بالشكل دوت. هضربها كويس وهرجع لكم. انا كده بعد ما ضربتها بقت معانا بالشكل ده كده. طبعا هي كده لسه عايزه معانا دقيق. هي القوام بتاعها بيبقى عامل زي الكيكه بالظبط بالشكل ده. انا كده حطيت شويه دقيق. بالشكل ده كده. بصوا انا عايزه اوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. بصوا بالشكل ده كده. بالطريقه دي.
كده انا هبتدي اعمل ايه، هحط طاسه على البوتاجاز وفيها زيت وهبتدي اقلي معاكم القرنبيط. انا هنا كده طبعا خلصت الخلطه معاكم. بعمل ايه، بنزل بالخضره بالشكل ده كده وبقلبها بالطريقه دي. بقت معانا، بصوا عامله ازاي، ولا هي تقيله ولا هي خفيفه، مظبوطه بالشكل ده. بالشكل ده كده هبتدي اعمل ايه، انا هنا بنزل بقطع القرنبيط بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. انا طبعا حاطه الزيت على البوتاجاز، بصوا بالشكل ده كده. بصوا انا هنا كده غطست القرنبيط في قلب الخلطه بالطريقه دي. هبتدي اعمل ايه، الزيت قدح معانا، باخد قطع القرنبيط بالشكل ده وبنزل بيها بالطريقه دي كده كده. بالشكل ده هحمر القرنبيط معاكم. بصوا الشكل عامل ازاي. ببتدي ان انا بقلبها كده بالشكل ده كده كده. ههدي البوتاجاز عليه شويه، اهم حاجه ان انا اتاكد ان هو كله استوى. بصوا لونه عامل ازاي بالشكل ده. هحمر القرنبيط وهرجع لكم. وهنا بعد ما خلصنا القرنبيط بقى معانا بالشكل ده، بنزل بقدونس بالطريقه دي كده. وده بقى شكل الطبق بتاعنا. جربوها، طريقتها جميله جدا وطعمه تحفه وهيعجبكم. ومتنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد معاكم منوعات من نهوبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.